البشره بقى بتجف ازاي؟ احنا بنتكلم عايزين نعرف ازاي البشره بتجف. فالبشره بتجف عن طريق حاجتين. يبقى انا في حاجتين كده بيتحكموا لي ايه؟ ان البشره تبقى تمام. عشان تبقى دراي او تبقى بشره جافه هيحصل حاجه من الاثنين، لا اما الدهون حصل فيها مشكله، لا اما العامل اللي اسمه ناتشرال مويسترايزنج فاكتور او اللي هو معامل الترطيب الطبيعي اللي هو ربنا خلقه لي، اللي هو بشرتي بتصنع جليسرين، بتصنع يوريا، بتصنع لاكتيت، بيعملوا ترطيب طبيعي لجسمي لبشرتي. لو حصل اضطراب في ال NMF اللي هو عامل الترطيب الطبيعي او اضطراب في الدهون، هتبدا البشره ايه؟ تبقى دراي. طب ايه اللي بيعمل اضطراب؟ الحاجه اللي احنا عارفينها. الحاجات اللي احنا عارفينها ممكن تعمل البشره جافه، اللي انتوا عارفينها الطبيعيه، يعني مش عايز حاجه علميه وكلام مصطلحات والكلام ده. الشمس كتير، الله برنس. الاستريس. حلو. ايه تاني؟ الايه؟ هرمونات. حلو. قله شرب الميه. يبقى احنا كده ممكن نصنف العوامل دي لعوامل خارجيه وعوامل داخليه، صح؟